السلام عليكم. انا بعترف دلوقتي ان انا فعلا كنت غلطانه. ما كان حد يقول لي رز باللبن بالبط او بالفراخ كنت اقول ازاي ده؟ الحاجات دي بتبقى زفره. لكن الرز واللبن حاجه حلوه يعني. فبعدين قلت طب وليه ما اجرب في حاجه بسيطه، في جزء بسيط من الفرخه، واجربه على الرز واللبن فعلا. طب تعالوا نشوف مع بعض انا عملت ايه. بس بجد بجد النظريه تختلف، وفعلا ما حدش يقول على حاجه وحشه الا ما يجربها. تمام. نقعت الرز كده وغسلته، ونقعته حبة كتار كده عشان ما ياخدش لبن كتير ويفك معايا بسرعة ويبقى سايح كده وطعمه حلو. احنا بننقعه عشان كده. كوباية يا جماعة الرز هتاخد قدامها 3 كوبايات لبن او كوبايتين لبن علشان يبقى سايح معاكي وطعمه حلو. لكن اللي بيحبوه مفلفل كده لا، عادي ما تكتريش في اللبن. تمام. لكن اللي بيحبوه سايح وطعمه كله لبن يعملوا زي ما انا بعمله كده. تمام. اللبن طبعا مغلي يا جماعه قبل كده وسبته يبرد. خلاص ماشي. انا طبخت الفرخه عادي جدا، وحجبت الشوربه بتاعتها وحطيتها كمان على اللبن، ما تستغربيش. اعملي جزء بسيط من الفرخه وجربيها مع اللبن وادعيلي. هيبقى طعمها جميل قوي. انا كده غليت الرز واللبن مع بعض مع الشوربه طبعا، مع كوبايه شوربه كبيره او كوبايتين. بعد كده دخل في نص السوية، يعني دخل في نص السوية كده، حطيت له رشة ملح لان اوكي الشوربة اخده ملح. تمام. فانا ما زودتش الملح، عملت رشة بسيطة خالص من الملح. طبعا فصصت الفصوص زي ما حضراتكم شايفينها كده. لحمة الفرخة قطعتها كده صغير، وبعد كده هحطها على الرز واللبن. الطعم هياخد من بعضه وهيبقى طعمها حلو قوي، وهتبدأ بقى تستوى وهتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده هتغرفيها في الاطباق وطعمها روعه. جربيها هتلاقيها جميله.